مع هاد البرودة ما كيليقو غير المشروبات الساخنة اللي اكيد غيوليو عندكم معتمدين كل عام. مشروب رائع غينسيك في كاع المشروبات اللي جربتي من قبل، حيت فعلا عنده واحد المنافع وواحد المكونات فيهم غزالين ولذاذ بزاف. وصفة فعلا متميزة رائعة، ما تبخلش عليكم. اعتمدوها وجربوها حيت فعلا غتنال الاستحسان ديالكم وحتى لعائلتكم، غتنفعكم بزاف. فتبعوا معايا الوصفة حتى الاخير باش تشوفوا جميع ادق التفاصيل. بالنسبه للمكونات غنحتاجو واحد الكاس ديال الحليب، الكميه كتختلف على حسب افراد ديال العائله. غنحتاجو كذلك معلقه ديال السكينجبير ومعلقه ديال الخرقوم، الا السكينجبير كان طري كان احسن، والخرقوم يكون مدقوق باليد. غنحتاجو واحد الحبه ديال الباديانه، شعيرات ديال الزعفران بلدي حر، جوج حبات ديال القعقله، ممكن تضيفوا غير وحده كيف ممكن تستغناو عليها. في كاس درت واحد المعلقه كبيره ديال الحب رشاد اللي غطيتها بالماء، خليتها حتى طلقات لا جيلاتين ديالها. الناس اللي ما كيعرفوش حب رشاد فهي هذه عندها واحد المنافع، ومع هاد البروده فعلا رائعه وكنستعملها حتى في لي سوب، كتجي لذيذه بزاف. وغنحتاجو باش غنحليو هاد المشروب العسل اللي غيكون حر. ممكن لكم الا ما كانش عندكم تستعملوا عسل ديال الليمون او لا اي عسل، مهم نوعيه جيده. في كاسرونه غندير واحد الكاس ديال الحليب، كما شفتوا انا استعملت كاس كبير. غنزيد عليه هذاك المكونات اللي ذكرت معكم من قبل. كيف ما كتعرفوا الخرقوم من الاحسن يكون بلدي ديال اليد، تشريو هكا عويدات وطحنوه بيديكم. وسكينجبير الا كان طري كان احسن، ما كانش استعملوه معلقه ديال الدار كما العاده كيكون رائع. بالنسبه لي انا ما عنديش فاستعملته بحال هكا بودره. كنخلط الكل بارد في بارد، كنديرهم على النار وكنتسناهم حتى كتطلع فيهم الغليه بحال كنبغيو نفيضوا الحليب عادي. بالنسبه لهذيك الكشكوشه اللي كتطلع في الفوق ديال الحليب، كنزولوها باش كيبقى لينا المذاق ديال الحليب احسن. صافي اون فوا كتطلع فيه الغليه كنحيدو من على النار، كنخوي في الكاس هذاك حب رشاد بعد ما كيكونوا تجانسوا مع الماء، وطلق لي هذاك لا جيلاتين ديالو، وكنضيف واحد المعلقه ديال العسل باش غنحلي، وكنخوي المشروب من الفوق. مشروب فعلا يستحق التجربه، مفيد صحي طبيعي جمع كل شيء، اكيد هو اللي غيعاونكم ويوقفكم على رجليكم، حيث فعلا وصفة كتستحق التجربة. كيف العادة ما تنساوش تبارطاجيو الوصفة ديال اليوم مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة. واكيد الا جربتوه خليو لي الاراء ديالكم، وفي نفس الوقت ما تنساوش تقولوا لي شنو هو المشروب ديالكم المفضل في الفصل ديال الشتاء. فعلا الوصفة ديال اليوم متميزه، جامعه كل شيء، كتستحق التجربه. كنتمنى يكونوا وصفاتي كينالوا الاستحسان ديالكم وكيكونوا بساط كيف العاده دائما. كل ما هو سهل ولذيذ. فالوصفه ديال اليوم كانت هي هذه. ان شاء الله تسناو الوصفه الجايه. الا كان عطيوني اقتراحات شنو بغيتوني نوجد معكم. الى اللقاء، نتلاقاو في الوصفه الجايه ان شاء الله.